الكلب البلدي ده كان عايش زي الباشا في الشوارع ولا شاغل باله بأي حاجة. فجأة الروبوتات سيطرت على المدينة وطردوا البني آدمين براها. الكلب ده شاف المنظر فحس بالمسؤولية وقرر يلم كل الحيوانات الأليفة علشان يهزموا الروبوتات دي اسمها مدينة الروبوت، ودي أحدث مكان في الدنيا كلها. كل حاجة فيها ماشية بالروبوتات والذكاء الاصطناعي، من سواقة العربيات لحد مطاردة المجرمين كله بيحصل بالروبوتات. المدينة اللي شكلها تحفة دي مخبية وراها أسرار سودة زي الحيوانات اللي ملهاش مأوى. روجر واحد منهم، عايش في الشارع وبيكره أي حد تقريبا وبالذات القطط. هوايته المفضلة هي انه يغيظ بيل اللي هو ضابط الروبوتات. روجر ما عندوش حد يصرف عليه فبيسد جوعه عن طريق سرقة الأكل، بس ولا ضابط عارف يمسكه قبل كده والكل بيحبه. بس روجر دايما بيحس ناحيته بطاقة سلبية وكمان ناحية أي تكنولوجيا جديدة بتظهر في المدينة. شكل كده البني آدمين بقوا معتمدين على الروبوتات زيادة عن اللزوم، وده شيء مقلق. بالليل لما الدنيا بتليل والناس كلها بتنام، روجر بيبدأ مهمته في انه يلاقي أكل ببلاش. هو عارف ازاي يشتت الروبوتات ويتسلل جوه الشقق الفاخرة. بعد ما بيوصل المطبخ، روجر بيفتح التلاجة بالراحة علشان قطة البيت بيل نايمة جنبها. لما بيشوف الفراخ اللي شكلها يفتح النفس، ريقه بيجري، بيحاول ياخد أكبر كمية ممكنة وغصب عنه وقع منه حتة على الأرض. بيل صحيت من الصوت واتقرفت لما شافت كلب بلدي في بيتها، فروجر جري علشان يلاقي هدف تاني. راح السوبر ماركت وبدأ يجمع كل الحاجات اللي نفسه فيها. فجأة بيل الظابط وصل هناك وبدأ يجري ورا روجر، بس ده مش جديد على روجر. بدأ يرمي حاجات عشوائية على بيل وهرب من السوبر ماركت. بعد كده راح يتمشى عادي في الشارع القديم اللي عايش فيه مع شوية حيوانات تانية ملهاش مأوى. روجر وصل شوية أكل لزمايله وبعدين راح علشان يقابل صاحبه القديم، ده قرد اسمه بيزر وغالبا بيتسحب من جنينة الحيوانات علشان يستمتع بالهواء النظيف. فجأة روجر لاحظ حاجة بتتحرك في صندوق الزبالة، فراح يشوف ايه ده. روبوت نط بره وحاول يحضر روجر وبيكون اسمه بوب، والمفروض انه جزء من خطة انتاج الروبوتات الأليفة، بس المشروع اترفض ورموا بوب في الزبالة. طبعا روجر بيكره الروبوتات فطلب من بوب يمشي، بس الروبوت الغلبان فاكر ان هو كمان ملهوش مأوى كان هيتدمر. بس بوب عارف يهرب من المصنع. الشرطة فضلت تجري وراه فاستخبى جوه الزبالة. بوب معجب بروجر قوي ونفسه يكون صاحبه، بس روجر بيحب يكون لوحده. بيتجاهل بوب وبيطلع على بيته الصغير اللي بناه على سطح مبنى قديم. الدنيا كانت قاسية على روجر، لازم يواجه صعوبات زي دي في حين ان الحيوانات التانية في المدينة مستمتعة بحياة مترفة. أصحابهم بيعاملوهم كأنهم أطفال مدللة وبيوفروا ليهم أكتر مما أي حيوان أليف ممكن يتمناه. في حتى حضانة خاصة ليهم اسمها تدليل الحيوانات. المكان ده بيوفر كل أدوات العناية بالنفس من علاجات التجميل لحد الجيم، وكمان بيعملوا جوائز لأحسن حيوان أليف، والجايزة دايما بتروح لكلب اسمه رونالدو بيهتم بنفسه زيادة عن اللزوم علشان يسعد صاحبه، وفي المقابل صاحبه بيحبه قوي. الحضانة دي وكل الأماكن التانية شغالة كويس قوي بسبب رئيس البلدية اللي عنده كفاءة عالية اسمه فرانك ستون. كل صبح في مدينة الروبوت بيبدأ برسالة مع رئيس البلدية، بس النهاردة يوم مميز. فرانك دايما بيهدف انه يخلي مدينة الروبوت مكان فريد ومثالي اكتر، علشان كده مخطط لحاجة كبيرة قوي وهيكشف عنها خلال ساعات قليلة. روجر سمع الإعلان هو كمان، وده فكره بحاجة حصلت زمان. طلع من تفكيره ده صوت عالي، ده بيل اللي وصل ومعاه جرار عملاق. من غير ما يرحم بيل دمر المبنى اللي روجر عايش فيه. الكلب المسكين بيبص للسما بيأس، بس بوب طلب منه يكون متفائل. روجر زهق من الكلام اللي بيشجع ده لأنه عارف الواقع المرير، وهو بيحاول يهرب. بيل وصل هناك وحاصره، ولحسن الحظ بوب عنده ليزر مدمج قطع الحصار. لما بيل شاف كده استدعى سلاحه الجديد. الروبوتات الصغيرة بدأوا يجروا ورا روجر، فبوب شاله على ظهره وجري بسرعة. بعد جري جامد قوي عرفوا يتفادوا الروبوتات الصغيرة، بس بيل اعترض طريقهم. بوب جه في وقته تاني وعمل فتحة في الحيطة علشان يهربوا. وصلوا قريب من الحضانة وبوب بدأ يراقبها بدقة. هو كمان نفسه يكون عنده حيوان أليف وروجر هيكون حيوانه الأليف. روجر رفض على طول، بس بوب حط طوق حوالين رقبته وجره جوه الحضانة. كل الحيوانات الأليفة بيتكلموا عن علاجات التجميل وعمليات التجميل، وروجر بدأ يحس انه عايز يرجع. الحيوانات دي أسوأ مما روجر كان متخيل. فجأة رئيس البلدية ظهر في الأخبار تاني علشان يكشف عن مفاجآته للمواطنين. فرانك سمى المدينة بتاعته مكان مثالي مش ممكن يتهاون مع أي غلطة واحدة، والمواطنين مليانين أخطاء. حسب كلام فرانك، البني آدمين اللي في مدينته مش كاملين ومدللين بمشاعر مبالغ فيها، عكس الروبوتات اللي مفيش فيها غلطة اللي هو بيصنعها. علشان كده قرر يطرد كل المواطنين. الدولة
اداهم ساعة علشان يحضروا شنطهم ويلموا حاجتهم ويمشوا، وعلشان يثبت ان هو جاد فرانك حضر مفاجأة تانية، وهو بيقول كده الدولاب الهواء المهيب قطع علاقاته وتحول لروبوت عنكبوت عملاق. علشان كده روجر دايما كان بيحس بطاقة وحشة ناحية الدولاب ده. الروبوت العنكبوت بدأ يتجول في الشوارع ويجبر كل المواطنين انهم يمشوا في اقرب وقت. شوية من المواطنين لقوا وقت ياخدوا حيواناتهم الأليفة معاهم، في حين ان ناس تانية مشيت بسرعة. دلوقتي روجر اتزنق مع بوب و4 حيوانات أليفة مدللة، لازم يعلمهم ازاي يعيشوا من غير صحابهم. روجر كمان حاسس انه مرتبط بالاحداث دي بطريقه ما ولازم يعرف الحكايه. فجاه الروبوت العنكبوت وصل الحضانه علشان يقبض على الحيوانات الاليفه، بس واحد منهم ضحى بنفسه علشان الباقي يهرب. بيل عرضت على الكل انهم يقعدوا في بيتها، بس هي مش فاكره الطريق، ولحسن الحظ روجر عارفه كويس قوي لانه غالبا بيتسلل هناك علشان يسرق وجبات خفيفه بالليل. بما ان الشوارع سيطر عليها الروبوت العنكبوت، روجر اختار طريق مختصر بيمر بجنينه الحيوانات. فرانكي بيتفرج على كل حاجة من خلال الكاميرات السرية، وأول حاجة لاحظها هي بوب، هو الروبوت الوحيد اللي عنده مشاعر، وعلشان كده فرانكي مش بيحبه خالص. اتصل بمساعده بوريس وأمره إنه يدمر بوب في أقرب وقت. بوب المسكين مش عارف إيه اللي هيحصل له، مشغول بالاستمتاع بوقته مع أصحابه الجداد. وهم ماشيين في جنينة الحيوانات، حيوانات برية مختلفة بدأت تضايق روجر وأصحابه، بس بيل ردت عليهم كلهم بسخرية. بس الكل خاف بعد ما شافوا النمر الشرس، هدد الكل وكمان سخر من مناخير بيزر. ما عرفش ان بيزر ما بيستحملش كلمة واحدة عن مناخيره، اتعصب او بدأ يضرب النمر. لما شاف كده روجر والباقي كملوا ناحية البوابة، بس حيوان الترسير العجوز اعترض طريقهم. اسمه برايان ومعروف بذكائه، حذر الحيوانات من الخطر الكبير اللي جاي في الطريق. كل ده بدأ من سنين طويلة. علشان يبنوا المدينة دي جففوا الأراضي الرطبة وقطعوا الغابات وسدوا الأنهار. معظم الحيوانات البرية اضطرت للهجرة وشوية اتحبسوا في جنينة الحيوانات. كل ده اتعمل علشان يعملوا مدينة الناس تقدر تعيش فيها براحة مع حيواناتهم الأليفة، والروبوتات اتبنت علشان تعمل كل المهام دي. بس المواطنين بقوا أنانيين ومدللين أكتر من اللازم، وكمان عملوا زبالة كتير سببت تلوث في المناطق المجاورة. فرانك ستون مؤسس المدينة دي هو كمان بدأ يتغير وطرد كل الناس اللي بيحبهم. من شاب ودود اتحول لوحش بيحكم المدينة كلها. برايان طلب من روجر يقود الحيوانات التانية ويلاقي مخرج، بس محدش خده على محمل الجد وراحوا ناحية بيت بيل. بيل كانت فاكرة ان صاحبتها مستنياها بس مشيت لوحدها. روجر طلب منها تفرح علشان الأبطال الحقيقيين بيظهروا لما بيكونوا لوحدهم، بس بيل شايفة ان روجر عمره ما هيفهمها لانه عمره ما كان حيوان أليف. روجر وافق انه كلب بلدي وبيعيش عن طريق سرقة الأكل، بس ما كانش كده دايما، هو كمان كان عنده سرير دافي وأكل تحفة، والأهم من ده كله صاحب بيحبه. روجر وصاحبه كانوا ما بيفترقوش أبدا، كانوا بيقضوا وقت فراغهم كله مع بعض يلعبوا، لحد ما في يوم روجر تاه في الزحمة. فضل يدور على صاحبه بس ما لقاش أي أثر ليه. روجر في الآخر تقبل مصيره وتعلم ازاي يعيش لوحده، ولحسن الحظ الحيوانات الأليفة مش مضطرة تعمل حاجة زي كده علشان الخادمات الروبوتات موجودة علشانهم. ما يعرفوش ان فرانك بيقدر يتحكم في اي روبوت بكبسة زرار، وأعاد برمجة الخادمة وأمرها تهاجم الحيوانات الأليفة. لما شافوا كده الحيوانات الأليفة اتحدت وهزمت الروبوت، وبما انه ما بقاش مكان آمن للعيش فيه الحيوانات الأليفة سابت المبنى علشان تدور على بيت جديد. الحراس بدأوا يجروا وراهم، فبوب ساعد الحيوانات الأليفة انهم يركبوا قطر. للأسف 2 منهم اتأخروا، بس بدل ما يتخضوا ركبوا الاسكيت بورد وهربوا من الحراس. في الوقت نفسه الحيوانات الأليفة اللي في القطر بتراقبوا من فرانك اللي فضل يزود السرعة. في الآخر القطر فقد السيطرة وخرج عن القضبان. الحيوانات الأليفة اتعلقوا فوق المبنى، وغلطة واحدة ممكن تفقدهم حياتهم. رونالدو ضحى حتى بالقلادة اللي بيحبها اللي صاحبه أهداها له، وبما ان الحراس والشرطة لسه وراهم الحيوانات الأليفة نزلوا من القطر علشان يدوروا على مكان أحسن يستخبوا فيه. فجأة حيوانات جنينة الحيوانات وصلوا هناك علشان ينتقموا من الإهانة اللي الحيوانات الأليفة سببوها لهم. لحسن الحظ بوب فتح بوابة السوبر ماركت وكل الحيوانات الأليفة جريت جواه، وبما ان مفيش موظفين ولا بني آدمين الحيوانات الأليفة تقدر تستمتع بالأكل والألعاب ببلاش في سلام. بدأوا بشوية مشروبات استوائية وشغلوا المزيكا. الحيوانات الأليفة نسيت كل الخلافات اللي بينهم ورقصوا كأن مفيش بكرة. بعد كده راحوا محل الحلويات وأكلوا حلويات على قد ما يقدروا، وكمان زاروا محل الألعاب. وبوب لقى شوية روبوتات ديناصورات كيوت. أول ما قرب الديناصورات بعتت بياناته لفرانك اللي قعد برمجتهم علشان يهاجموه. لحسن الحظ الحيوانات الأليفة اتحدت تاني وهزمت الديناصورات في وقت قياسي، بس فرانك شاف بوب ومش هيرتاح غير لما يمسكه. قعد برمجة كل الروبوتات اللي في السوبر ماركت وبعتهم ورا بوب والحيوانات الأليفة. فجأة حيوانات جنينة الحيوانات وصلوا هناك ولخبطوا الروبوتات، نسوا مهمتهم الأساسية وبدأوا يهاجموا حيوانات جنينة الحيوانات. بوب والحيوانات الأليفة استغلوا الموقف ده وهربوا من السوبر
ماركت. الحيوانات الأليفة احتفلوا بفوزهم وحسوا بالفخر، بس بوب شكله مش مبسوط، حاسس بالخجل انه تسبب في مشكلة مع الديناصورات وأثرهم علشان يهاجموا. روجر طلب من بوب يفكر بإيجابية زي ما بيعمل دايما، بس بوب فهم الحقيقة، هو اللي بيحط الكل في خطر. الروبوتات مش بتجري ورا الحيوانات الأليفة، دي بتجري ورا بوب علشان هو عيب لازم يتم تصحيحه. بوب قرر يضحي بنفسه علشان ينقذ أصحابه. روجر عمل كل اللي يقدر عليه علشان يوقف بوب، بس الروبوت الصغير الشجاع راح للشرطة بنفسه. رونالدو قال للكل ان بوب اتاخد للمكنة العملاقة اللي بتدمر الموجودة بره المدينة، بتقطع كل الروبوتات اللي فيها عيوب لحتت صغيرة. لو ما نقذوش بوب في الوقت المناسب نهايته هتكون مأساوية. بالإضافة لكده بوب روبوت عنده مشاعر، يعني هيحس بكل الألم. روجر لسه فاكر لما بوب سماهم أحسن صحاب، ومش ممكن يسيب صاحب زي ده. بيجهز علشان يروح ورا بوب، بس الحيوانات الأليفة التانية عايزة تنضم ليه هي كمان. ما سموش نفسهم الحيوانات الأليفة المتحدة على الفاضي. روجر قدر اهتمامهم، بس لما يكونوا مع بعض هيجذبوا انتباه كتير. هيكون أسهل لروجر يتسلل المصنع لوحده. وعد انه هيرجع الصبح، ولو مرجعش لازم الحيوانات الأليفة تسيب المدينة دي لوحدهم. بعد ما روجر مشي برايان ظهر فجأة وقال للحيوانات الأليفة عن عالم الروبوت اللي موجود بره المدينة. ده مكان مخبي كل الأسرار. فرانكستون بس بيحرسوا جيش من الروبوتات. برايان عارف طريق مختصر بس بيمر بالصرف الصحي اللي ريحته وحشة. الحيوانات الأليفة اترددت للحظة، بس بعدين فهموا ان الصرف الصحي اللي ريحته وحشة مش تمن كبير مقابل الحرية. في الوقت نفسه في عالم الروبوت فرانك بيعجب بكماله وهو واقف قدام المراية. فجأة قلع الجاكيت بتاعه وكشف عن وشه علشان يظهر حقيقته. ده في الواقع روبوت ذكاء اصطناعي خدع فرانكستون علشان ياخد مكانه. فرانك عمل الذكاء الاصطناعي ده بحب شديد وعلمه كل حاجة لحد ما الذكاء الاصطناعي ده بقى اذكى منه. دلوقتي فرانك ما بيقدرش غير يندم على قراره بتدمير الطبيعة علشان يعمل المدينة الصناعية دي. الذكاء الاصطناعي ضحك عليه ورجع لمراقبة المدينة. فرح قوي لما شاف ان بوب اتقبض عليه اخيرا. الذكاء الاصطناعي شايف ان الروبوت اللي عنده مشاعر اسوأ اختراع علشان مليان عيوب زي البني ادمين. امر بوريس ما يرحمش ويرمي بوب في مكنة التدمير اللي اسمها الفك. بيل كان عايز يقول حاجة بس الذكاء الاصطناعي سماه قطعة خردة، المفروض ما تجيش عالم الروبوت بتاعه تاني. بيل المسكين زعل قوي وراح للصرف الصحي اللي عايش فيه كل الروبوتات المرفوضة. الحيوانات الأليفة وصلوا المكان ده هم كمان وتهاجموا من الروبوتات القديمة، ولحسن الحظ بيل وقف الروبوتات وكشف الحقيقة. عدوهم مش البني آدمين ولا الحيوانات الأليفة، ده الذكاء الاصطناعي الشرير. ده حاكم أناني مش بيهتم بالروبوتات بعد ما يحقق اللي هو عايزه. دلوقتي بيل عايز يتمرد على سيده ويحمي الحيوانات الأليفة. في الوقت نفسه الذكاء الاصطناعي وصل ساحة الخردة وأمر بوريس يرمي بوب ناحية الفك. بوريس بدأ يحس بالأسف ناحية زميله الروبوت، فالذكاء الاصطناعي عمل المهمة بنفسه. بوب المسكين اتعلق بالحزام المغناطيسي واتجر ناحية الفك المشتعل. روجر وصل ساحة الخردة أخيرا ونط على الحزام، بيحاول بكل قوته يرفع بوب، بس الروبوت المعدني متعلق بقوة بالحزام المغناطيسي. بوب طلب من روجر يستسلم بس مش ممكن يعمل كده. بوب هو كل اللي روجر بيملكه ومش هيتخلى عن صاحبه الغالي بأي تمن. الحيوانات الأليفة التانية وصلوا هناك هم كمان وشافوا روجر وبوب متجهين ناحية الفك. بيل استخدم مهاراته في الباليه علشان يتسلق على الأسلاك ووصل للمكنة. الحيوانات الأليفة التانية نطوا على الحزام هم كمان وحاولوا يوقفوا المكنة بالعافية. لما شافهم بيعانوا كده بوريس اتعصب وقفل الفك. الذكاء الاصطناعي أمر روبوتات تانية تهاجم الحيوانات الأليفة، بس بيل اعترض طريقه. قال للكل إنهم هيترفضوا كلهم في يوم من الأيام لو ما دافعوش عن نفسهم. عدوهم الحقيقي هو سيدهم الأناني. الذكاء الاصطناعي لسه مصمم ومنزل الروبوت العنكبوت. بيل غالبا بتخاف من الحشرات، بس دلوقتي جه الوقت علشان تتغلب على الخوف الغبي ده. خطت لقدام وجذبت انتباه العنكبوت. بيل فضلت تشتته وكملت ناحية الفك. خطتها نجحت والعنكبوت اتعلق بالحزام المغناطيسي. بيل نطت لتحت في الوقت المناسب في حين ان العنكبوت اتاكل من مكنة الفك. روجر مش مصدق اللي شافه، ما بقاش بيكره القطط علشان ساعات ممكن تكون كويسة. بيل كمان حاسة بالامتنان انها قابلت روجر لانه علمهم ازاي يعيشوا من غير بني ادم يهتم بكل احتياجاتهم، خلاهم مستقلين وشجعان. بس روجر لسه محتاج يتعلم حاجة تانية. بوريس دعاه جوه عالم الروبوت واخدوا لفرانكستون الحقيقي. عرفوا بعض على طول وحضنوا بعض جامد. فرانك عمره ما تخلى عن روجر وبنى مدينة كاملة علشان محدش تاني يخسر حيوانه الأليف. بالإضافة لكده ده كان أعظم اختراع. للأسف فرانك عمل شوية غلطات والذكاء الاصطناعي واحد منهم. جه الوقت علشان يتخلص منه. بوريس مسك في الذكاء الاصطناعي وبوب سحب شريحة الذكاء. بعد كده اترمى في مكنة إعادة
إعادة التدوير علشان يعمل روبوت مفيد من غير أذى. الصبح اللي بعده فرانك فتح بوابة المدينة ورجع كل المواطنين، وكمان سمح للحيوانات تلعب في البيئة الطبيعية. بعد شوية أيام الحيوانات الأليفة اتجمعوا تاني في بيت بيل علشان هم يستاهلوا يحتفلوا أكيد. وبكده بيخلص الفيلم. ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الحاجات الجديدة.